بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد في قناتكم المفضلة كلام كورة وبرنامجكم المميز كلام في المليان مع يحيى الحديدي وكوان. الحديدي طبعا راجل إعلامي متميز وعنده برنامج تاني في قناة تانية اسمها مع الحديدي، تابعوه. منبر قوي جدا ولكنه سيف مسلط على رقاب العباد. أما قناتكم كلام كورة فنعدكم أن يكون فيها حنينة مع الحاج محمود. السبب تخش على الصفقات. نخش على الصفقات. كلمنا اصلا كلام واضح وصريح، وقبل ما نتكلم على الصفقات واي حاجه احمد الخضري قال كلام على صفقه ناصر منسي ارموها في الزباله. ناصر منسي بيلعب فين يا حاج محمود؟ في بنك الاهلي. لا مركزه في الملعب 9 واحنا محتاجين حد في 9. طبعا. احنا مش كان عندنا اوباما 10 اوباما 10. طب 9 ده بيلعب 9 مكان سامسون اكينولا راس حربة يعني. أيوة. والله العظيم. طب والله مفكره هو صانع لعب. ليه هو مش هداف البنك الاهلي وكان هداف الجيش السنه اللي فاتت وكان واحد من هدافين بيراميدز؟ يعني ناصر منسي راس حربة؟ انت والله ما اعرف، والله مفكره صانع لعب. لا يا حبيبي. طب اكن احنا جايبين ناصر منسي. طب خضر الجبل في ورا ده ناصر. كلام جميل قوي. هنا بقى انا اكن الاهلي رايح جايب مهاجم. الاهلي جايب مهاجم ب 90 مليون والراجل كولر قال لهم والله ما انا رايح المغرب لما تجيبوا له راس حرب عالمي. بقول الكلام ده. ده الكلام ده يلا كوره اللي قالت. طيب معلش ده الاهلي اللي ردت قالت هننفذ. انا هرد السؤال على الحديد. واحنا رايحين نجيب ناصر منسي. استاذ محمد الحديد اتفضل لمده دقيقه. اتفضل. النادي الاهلي هيدي لك هيدينا ايه؟ هيدي لك صفقات؟ لا انا مش هجيب من ده حاجه. بعد النادي الاهلي عندك 17 نادي. انا مش لازم اجيب، انا عايز راس حربه. الاهلي ما بصش على طيب هل النادي نفس منطقك؟ هل النادي الاهلي بص للزمالك قال له اديني راس حربه اديني سامسون من غير شاحن وانا اجيب له انا الشاحن؟ هل النادي الاهلي بص لل 17 نادي في الدوري ولا راح بقى عمال يدور بص وجاب منهم 4 صفقات؟ لا انا بتكلم على استنى، ما هو ده بقى اللي احنا جايين له بقى، اللي هنقعد نتكلم فيه مره و10. الماتش اللي فات خالد عبد الفتاح واخد احسن لاعب في الماتش. ده لازم. امال ايه ده اللي احنا ده لازم يا حاج محمود سيبك. محمد عواد خد منه الزمالك في ماتشين يا باشا محمد الشناوي زيه. نظريه المؤامره اللي عايشين عليها دي مش عايزينها. نظريه المؤامره. خالد عبد الفتاح جه في الشتاء لعب اجاد باحسن لاعب في الملعب. انت الى الان شهر يناير انتهى وانت ما جبتليش اي لاعب. جبت لي ناصر منسي دايرته جه اصلا، انا ما اعرفش هو جه ولا لا. محمد ممكن تتكلم كلام كوره لو سمحت؟ ما انا بتكلم اسم القناه بتاعتك كلام كوره، فاتكلم كلام كوره. انا بتكلم كوره. هو السؤال دلوقتي انا لازم اجيب لو انت كوتش، لو انت المدير الفني، لو انا جبت لك ميسي تقدر تنزله على الفريق المتبعتر ده؟ انت ما جبتش اصلا. لو انا جبت لك ميسي هو ده بقت الحجه. لازم يبقى في استقرار فني ونفسي وتجهيز الفريق قبل ما ادخل عليه صفقات يا حبيبي. اي صفقه تيجي دلوقتي هتتحرق، الفريق مش واقف على رجله. هي فين الصفقه اصلا؟ لسه يعني ناصر منسي ده اللي هيبقى يعني اللي جاي مكان. معاك ارقام ناصر منسي؟ بس انا مالي ناصر منسي يا عم. معاك ارقامه؟ ناصر منسي هو زي حسام حسن بتاع اسمه ايه، نفس الستايل، وهيجي مع الاهلي مش هينفع. عاوز مساحات مع الزمالك مش هينفع. ناصر منسي عاوز مساحات؟ عايز مساحات. محمد اتبعت ناصر منسي كويس؟ انا ما تابعتوش والله، بس انا ما اعرفش. ناصر منسي مش هو اللي مكسر. ناصر منسي اتضم للمنتخب امتى مثلا؟ لا انت عارف المنتخب عندنا لا انت عارف المنتخب عندنا. لا طب حسام حسن انضم كذا مره من قبل ما يروح الاهلي. انضم فين؟ للمنتخب. لا كان ماتش حتى لو ما لعبش بس اسمه انضم. محمد انت عارف يا حبيبي المنتخب الواد كان في بيراميدز ايام ما كان المنتخب بياخد لعيبه. يا حاج محمود يا حاج محمود يعني ناصر منسي هو ده اللي هيعوض الزمالك او من وسط 18 نادي في الدوري المصري عشان اجيب مهاجم. هو المهاجم الوحيد المطروح على الساحه مناصفه مع احمد ياسر ريان وصلاح محسن. انت عارف نادي لا احمد هيجي لك ولا صلاح محسن هيجي لك. استنى بس. ولا حسام حسن المعلم بفريقه بعد فشله مع الاهلي هيجي لك. اصبح هو الحل والبديل الوحيد المطروح وانا اتحصلت عليه. انت عارف نادي كيرنس جايب راس حربه مين؟ دي كيرنس بيلعب في الدرجه الثانيه امبارح. متابع؟ لا جايب راس حربه هداف الدوري. هو جايبه من دوري محليين اهو، بس عنده عيون وبتشوف. جابت هداف الدوري الكونغولي، جايب 23 هدف. تمام. انا بقول لك راح جابوا راس حربه. لا النهارده المهاجم كان بيلعب. لا انا بتكلم على ناس كان بيلعب في شوتنج ستارز النهارده. بص يا محمد انا كان بيلعب في شوتنج ستارز النازل. ما هو ده هو هداف الدوري النيجيري. المهم ان هو جايب 23. ده اللي انا بتكلم عليه. حلو. نيجيريا اخر ما علينا. لا انا بتكلم منتخبات او انديه. انا بتكلم على قد امكانياتهم. انا مش بقارن نفسي بتكرنس. انا بشوف العيون بتعمل ايه.
انا بشوف العيون بتعمل ايه. انت يعني انا اما تكرنس بحث تروح عن تجيب صفقة الراجل وقلت بتاع كده فعلا. بتاع نيجيريا ده، اما تكرنس تجيب ده يبقى انا اروح اجيب هداف الدوري التركي زي ما الاهلي بيعمل. الاهلي هيجيب هداف الدوري التركي افريقيا، ما اعرفش هو مين، موليكا. بس ما اعرفش هو اسمه مين، ما اعرفش هو مين. موليكا صح. لا 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 ما الكلام ده. قال لك هداف انا اجيب هداف الدوري يا اخي ان شاء الله يكون الموزمبيق. انا اجيب راجل هجام، انا عايز هجام، انا عايز واحد من ابو دماغ كبيره اللي بيدخل في الحيطه يكسرها، والله العظيم. انا اعتقد بس عشان خاطر ايه، عشان ننهي النقطه دي، محمد خد واسترسل في الكلام وفتحت معاه للاخر. الزمالك اعلن التعاقد او المفاوضات مع فينسنت ابو بكر، وكل الزملكاويه هاجم ده كبير ده عجوز، انتوا بتجيبوا لمه الناس. اللي هو النهارده بيلعب جنب كريستيانو رونالدو في النص. ده مش لا ما قعدوه تاني، قعدوه لما في لعيبه عندهم هو بكره نيجيريا يرضى اتصاب، يجي عندنا يا عم. قعدوه. ابو بكر يرضى يجي عندنا. فينسنت ابو بكر اللي لعب كاس العالم وجاب هدف في احنا فوضنا امتى؟ تمام. فوضنا امتى؟ كنا بنفضل في بدايه الموسم يا عم صل على النبي. وكنا وصلنا معاه يا عم لمرحله صل، انت التقدم جبت مع النصر. صلاح يعني انت ما قدرتش تجيب ابو هو بكر. انت يا محمد ليه ما بتسمعش؟ استنى انا اسالك سؤال اهو. لا ده كان في سخط ما قدرتش جماهير تجيب ابو بكر عليه. رحت جبت سامسون، انت بتتكلم بقى يا اخي العادل، يا اخي العادل ربنا يهديك. انا بتكلم معاك يعني اما اجي لك يمين بتجيب لي شمال. خلينا على اتجاه واحد يا حبيبي. الزمالك انتوا عاوزين ايه؟ هو السؤال دلوقتي للجماهير. اطرح البديل، اطرح البديل المناسب. انا مش انا عندي انا مش النهاردة- انا يبقى عندي رجل الكوره انا مالي. هو انا بجعجع بس يعني انا علقت تعليق على النت كان حلوه والله العظيم. يعني هو انا ما اعرفش جالي ازاي. يعني انا بقول لك الفرق بين جمهورنا، جمهور الزمالك وجمهور الاهلي. جمهور الاهلي بيقوم من النوم يلاقي، عارف انت بقى اللي هو كان بيقول لك ايه، جعانه افتلك ولا مش عارف ايه، بيقوم يلاقي امه محضروا له الاكل ومحضروا له الغداء، ياكل يقعد على النت يلعب شويه يقلس على زمايله وينام. ده جمهور الاهلي. انا اقوم الصبح مرتضى اتشكل مع مش عارف مين، مرتضى اقل مين، فلان ضرب مين، المدرب مشي، ما احناش لاقيين راس حرب، سامسون مش عارف يلعب ويحط اهداف، الولا نضاي عجباه مستشفيات موت عقبه. انا قايم كل يوم بدور عندي مشكلات ايه مش مشكله ايه. ده الفرق بيني وبين جمهور الاهلي. لما جالنا احنا هيجي لنا شلل اطفال قريب بسبب اللي بيحصل لنا. اتفضل. خلصت؟ خلصت. يعني لسه اول ما ارفع بوزي هتروح داخل تاني. لا ادفع. ما هو انا مش قادر والله العظيم ما قادر والله العظيم، والله العظيم يا جماعه اقسم بالله انا ما عندي استطاعه ان انا مش عايز اسمع حلول. انت ما بتجيبليش حل. انت كاداره وكمرتضى ما عندكش حل. انت عمال تديني عارف ان هو يعني مريض يعني ربنا يعافينا يا رب المرض الخبيث، وعمالين يدوا مسكنات ويا ريت بيدوا مسكنات. ده مرتضى بيديله على قفاه ويقول له انت ما بتروقش ليه؟ اتكلم يا استاذ محمود. اتكلم. انا هسيبك تتكلم. انا حاني الكلام معاكم بكلمتين اتنين. قدامك دقيقتين. اتكلم براحتك. اياكم واكل المعروف. 2013 2014 كنا بندور على صفقه بتراب الفلوس مش لاقيين. ولا نادي راضي يديلك لعيب، ولا نادي في مصر راضي يديلك لعيب، ولا نادي في مصر راضي يديلك لعيب. تروح انبي يقول لك اديني فلوس اسلام عوض من 2007 2014 خلاص. تروح مصر المقاصه مش راضي يديلك، الجيش ولا نادي راضي يديلك. نمنا قمنا 2014 2015 الدنيا اتغيرت. كم صفقه محمد يحيى؟ جبنا 11 15. خالد قمر، ما هو عارفين معروف يوسف يا عم خلاص اللي فات مات 15 صفقه كامله نزلت. احلينا فريق ما كان فريق. مصر قامت على ربنا يبارك له احمد سليمان وميدو. كمل تاني. انا حذرت في البدايه من اكل المعروف وانكار الحاجه على الناس. مش احمد سليمان ومش ميدو ما جبناش وكلام صفقات الراجل عدله المحترم. بعد احمد سليمان الا صفقات تركي آل الشيخ. ايه يا محمد؟ لا كمل. لا خلاص. لا كمل. كفايه. لا كمل انا معاك. طبعا انا مش بعرف حاجه، انا مش عندي اي معلومه. اياكم وان تلووا ظهوركم الى محمد الحديدي، لديه كل جديد وملعون ابو اللي يقعد معاه على كرسي تاني. حرام عليك كرهتني في الميديا. السلام عليكم.